السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم؟ كنتمنى من الله تعالى تلقاكم هاد الفيديو هادي في أتم الصحة والعافية. متابعينا الكرام، اليوم إن شاء الله بحول الله جينا نتكلموا على الجديد في الموضوع ديال قال لي وقلت لك، وديال الشهادة ديال الابنة الكبيرة ديال السيدة زهراء، واكيد ديال الويسات اللي هما خديجة واختها. متابعينا الكرام، كذلك غادي نتكلموا على مريم وعلى الجديد ديالها، وغنتكلموا على الابنة ديال الطيب والابن ديالو والكلاشات اللي اليوم ولينا كنشوفوهم في الفيديوهات. متابعينا الكرام، لهذا كنتمنى من الله تعالى انكم تتبعوا معنا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، وتخليونا التعليق ديالكم وتخليونا البصيمه ديالكم، ولما لا واحد الدعوه. الله يجازيكم بالخير. ما تمشيو فاين، غادي نبداو على بركه الله. متابعينا الكرام، ملي كيوقع شي مشكل وهذا تيقول قال وهذا تيقول رانا ما قلتش، اشنو المعمول؟ المعمول متابعينا الكرام هو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم متابعينا الكرام، اليوم بعد ما تكلمنا في هذا الموضوع هذا وقلنا بأن خرجات لا خديجة أختها ولا الصديقة ديالهم وكذبوا داكشي اللي تقال نهار مشاو يقلبوا على التنازل. متابعينا الكرام، هنايا الابنة الكبيرة ديال السيدة زهراء غادي تطلب غادي تطلب من الأخت الشيفورة تدلي بالشهادة ديالها. نعم متابعينا الكرام، اليوم احنا كنشوفوا هاد الأخت هادي خرجات وكتدلي بالشهادة ديالها. اش قالت؟ قالت واقيلا هاد الهضرة هادي سمعتها، ولكن سمحوا لي الإخوان، رانا كنت مريضة وما عرفت واش تقالت ولا لا، ولكن هاد الهضرة هادي سامعاها. نعم متابعينا الكرام، يعني كتقول لنا انها تقالت، ولكن في نفس الوقت كتقول ما عرفت. يعني كاين علامة استفهام في هذا الجواب هذا. متابعينا الكرام، كنا كنتمناو من الاخت انها تحسم في الموضوع وتقول واش تقالت ولا لا، يعني نجيبوها من التالي. لكن كما سمعتوا الا مشيتوا شفتوا يعني الفيديو ديال الاخت الشيفورة، اكيد غتسمعوا نفس الكلام اللي قلنا لكم. متابعينا الكرام، اذا اش بان لكم؟ واش اللوسات قالوا هاد الهضره ولا ما قالوهاش؟ صراحه نهار وقع المشكل، نعم نهار وقع المشكل كان عندهم مشكل مع البدويه، وكاين المشكل يعني اللي هو قديم مع الاخت مريم. نعم هاد الناس هادو طاروا ومشاو عند الابنه الكبيره ديال السيده زهراء المستشفى، وقال لك حنا تنأديو الواجب و هنايا كنا خرجنا وقلنا حذاري هادشي هذا، يعني هاد الخطوات اللي كديروا اكيد غادي يكون عندها تبعات. اليوم حنا كنشوفوا هاد الناس هادو بعد ما بقاوش غاديين في الخط مع الابنه الكبيره ديال السيده زهراء، وتصالحوا مع البدويه ورجعوا مع يعني الزوجه ديال الاخ ديالهم ومع الاخ ديالهم. اليوم كنشوفوهم كيتحطوا في واحد الموقف اللي لا يحسد عليه. نعم، لان الا سمعت مريم هاد الهضره هادي اكيد غادي يحس بالنفس ديالها وغيبقى فيها الحال، ولو انها ما متاكداش واش قالوا ولا ما قالوش. لكن كما كتعرفوا الشيطان كاين والنفس كاينه، اذا حتى لا شكات انهم قالوا، اذا غادي تولي الحزازه وغادي نوليو لداكشي اللي كنا فيه. كنتمنى من الله تعالى ان الاخت مريم ما يوصلهاش هاد الهضره هادي، وان الامور تسالي حد هنا ونساليو هذا الموضوع هذا. متابعينا الكرام، رسالتي الابنه الكبيره ديال السيده زهراء، شنو غادي تربحي الى قلتي بحال هاد الهضره هادي ولا قلتي هضره واحده اخرى؟ لان الاخت تقولنا مازال عندي ما يتقال. نعم، يعني ملي مشاو هاد الاخوات هادو ربما انهم في
فضفضوا وبقاو تيتكلموا بلا ما داروا كونترول يعني الكلام ديالهم. نعم متابعينا الكرام، حنا كنعرفوا العيالات ملي كيتجمعوا وكيبقى يهضروا ممكن تقال شي هضره هي هكذاك بلا ما يحسوا او ربما باش هكا يكسبوا التعاطف ديال هاد السيده هادي ودير لهم التنازل او تسامح الاخ ديالهم او شيء من هذا القبيل هذا. اذا كنتمناو من الله تعالى ان هذا الموضوع هذا يتطوى حد هنا كما قلنا، وان الاخت الابنه الكبيره ديال السيده زهراء تنعل الشيطان. نعم كافى اللي وقع راه كافي. متابعينا الكرام اليوم كنشوفوا صراحه لا الطرف ولا الطرف، كل واحد كيلغي بلغاه بحال اللي عاد بدينا الموضوع من جديد. كنتمنى اخت بديعه ولا الاخوان ديال الاخ زهير و كنتمنى انهم يبردوا شي شويه الطرح. علاش؟ لان كل ما زدنا الا وان الامور كتزيد تصعب وربما يعني وقع شي حاجه اللي كتر من داكشي اللي وقع. متابعينا الكرام، لاننا حنا تكلمنا في الموضوع شحال هادي وكنا كنقولوا لهاد الناس هادو تريتوا عندكو راه الامور شي نهار غتوصل لما لا يحمد عقباه، وداكشي اللي وقع. حتى اليوم تنقولوا نفس الهضره، حذاري هادشي اللي نتوما اليوم فيه راه غادي يوصل لشي حاجه اللي ما كتعجبش متابعينا الكرام. اذا هذا هو الموضوع ديالنا بالنسبه يعني الابنه الكبيره ديال السيده زهراء. غادي نتكلموا على السيده زهراء حتى هي اللي اليوم كنشوفوا بعض الناس تيخرجوا وتيتكلموا عليها وتيتكلموا على الزوج ديالها. تنقول لهم اتقوا الله، هذيك المراه راه كبيره، بعدوا منا، خليوها عليكم في الاتقار وخليوا الناس الاموات في الاتقار. لان ملي كتجيو تقولوا واحد الهضره اللي نتوما ما عندكم عليها حتى شي دليل او شيء من هذا القبيل، راكم كديو هي الذنوب وراكم كتحملوا على كتافكم شي حاجه اللي يوم لقاء الله غادي تبقى تقولوا يا ندايمي علاش تكلمنا وعلاش قلنا بحال هاد الهضره هادي. اذا اليوم حنا كنضامنوا مع السيده زهراء وكنقولوا لاي واحد خرج كيضرب فيها تنقول ليه اتقى الله وبعد من الناس الكبار. هادوك راه في مقام الوالدين. الانسان تيكبر واخا تيغلط ولا خصنا نلتمسوا ليه العذر وبزاف ديال الحويجات. كذلك الابنه ديالها كنتمنى انها تكلم مع القنوات باش ما يضربوش في الام ديالها ولا في الاب ديالها ولا. اذا متابعينا الكرام غادي ندوز الموضوع ديال مريم اللي اليوم كنسمعوا ان مشاو جوج ديال المحاميين وبقى محامي واحد. نعم متابعينا الكرام، هنايا السؤال المطروح، واش مشاو هاد الناس هادو لان البدويه ولا الزوج ديال مريم ولا الناس اللي يعني واقفين معهم ما بقاش عندهم الفلوس باش يخلصوا يعني المحامين الاخرين، ولا اليوم ما بقيناش محتاجين يعني ثلاثه المحاميين وبقينا محتاجين الواحد؟ كنتمنى من الله تعالى اننا نتوصلوا يعني لشي جواب ونعرفوا الحقيقه. نعم متابعينا الكرام، لان واحد النقطه ما بغيناش غدا من غدا يكون شي حكم ماشي هو هذاك ويخرجوا هاد الناس هادو ويقولوا لنا راكم شفتوا ما كانوش عندنا الفلوس وخلينا محامي واحد وداك الشيء علاش واقع ما وقع. نعم متابعينا الكرام، حنا كنقولوا الله يحسن العوان لا البدويه ولا يعني لاي واحد اليوم في هذا المشكل هذا. علاش؟ لان المصاريف كثيره والانسان كما تيقولوا اللي قلع صيده بارده يحط يديه فيها. نعم متابعينا الكرام، كنتمنى من الله تعالى ان الاخت مريم فعلا تخرج في القاضي بالعاجل، لا هي ولا منعم، والاخ زهير يعني نشوفوه حتى هو ان شاء الله بحول الله يعني خارج او في شي حكم مخفف باش هكا يعني الامور تهدن. لان صراحه هذا الشيء غادي وكيتصعد وغادي لواحد الطريق اللي ما تتعجبش كما كنقول دائما. اذا هذا هو الموضوع ديال الاخت مريم وهذا هو السؤال المطروح. اكيد السؤال يعني مطروح على البدويه واي واحد عنده شي معلومه. هذا الشيء اللي كاين متابعينا الكرام، بغينا نعرفوا شنو هو السبب علاش مشاو جوج المحاميين وبقى هي واحد. متابعينا الكرام غادي ندوزو الموضوع ديال الابن ديال الطيب والمشاكل اللي اليوم راهم فيها. صراحه وانا كنصفح هذا المربع الاحمر
وغادي تجي عيني على واحد العنوان اللي هو اش كيقولوا فيه بانهم الاخت ديالو كتقاد البيت لخوها الله يسهل عليه، بمعنى ان هاد الناس هادو فعلا ناويين انهم يزوجوا الابن ديالهم بوحده اخرى، وان داك البنت هذيك اللي اليوم في الاحشاء ديالها واحد الوليد ولا واحد البنيته صافي سالاو منها وما بقى عندهم بها غرض. نعم متابعينا الكرام، اليوم تنقول الابن ديال طيب اش كدير اولدي؟ نعم اشنو كدير بعد ما سمعنا هذا الابن هذا اش كيقول؟ قالك بغى يمشي لفرنسا وبغى يتزوج بشي وحده اللي عاد ديال الخارج. كنتي هذا الشيء هذا تفكر فيه شحال هادي، ماشي حتى درتي واحد الولد ولا واحد البنت وتزوجتي بهذيك البنت اللي مازال صغيره وغادي تطلقها وتخليها يعني مطلقه بولد ولا بنت، وانتيا عاد باغي تبني حياه جديده. صراحه متابعينا الكرام هذا الموضوع هذا صعيب. اليوم كنشوفوا بزاف ديال الشباب وديال الشابات اللي كيتزوجوا هما صغار، نعم ما عندهمش العقل. والطامه الكبرى هي اننا كنشوفوا بحال هاد الوالدين هادو هما تيجيبوا لوليداتهم بنيتات كيزوجوهم، واليوم كيقول لهم صافي طلقوهم وغادي نزوجوكم بشي وحده احسن منها و صراحه موضوع اللي كنتمنى من الله تعالى انه يتحل. علاش؟ لاننا ما بغيناش هذيك البنت هذيك اللي هي يسرى تبقى هكاك ضايعه. نعم راه مسؤوليه كبيره باش تربي واحد الولد ولا واحد البنت بوحدك، وانت مازال خصك حتى انت اللي يعني يعنى بيك ويقابلك و هاد البنت هذه اللي صغيره كيف غادي دير تربي هذاك الولد ولا داك البنت بوحديتها؟ اليوم تنشوفوا ان الزوج ما على بالوش، ما تيفكرش كاع في هذاك الولد ولا داك البنت، هو بقى تيفكر غير الا انه يهاجر. نعم وزايدها الاخت ديالو حتى هي بالمعاني وتتقول شي كلام اللي تنقولي ليها الله يهديك، حتى انت شي نهار راكي غادي تزوجي وربما انك طيحي في نفس الموقف اللي طاحت فيه يسرى. نعم متابعينا الكرام، لهذا قدمي الخير باش ان شاء الله حتى انت تلقاي الخير. نعم متابعينا الكرام، هذا هو طلب ديالي. كذلك كنطلب من الاخ الطيب انه يحزم شي شويه معنا ويدير شي شويه العقل ديالو ويجمع الموضوع ويرد يعني هاد البنيت هادي يعني لدارها، ويعني يدير العقل لولده، ماشي هو اللي يقول صافي سالينا و الله يهديكم. الله يهديكم، لا الاخ طيب ولا الزوجه ديالو ولا الابناء ديالو. الفلوس كتسالى، الادسنس كيتسالى، ما كيبقى غير المعقول. اذا متابعينا الكرام الى هنا غادي نكون وفيت. ما تنساوناش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.